أخيرا السوبر المصري في الجزيرة، الأهلي يفوز على الزمالك في السوبر المصري في ضربات الجزاء. الأهلي بطل السوبر المصري رقم 15. الزمالك عنده 4 سوبر مصر. ويقول لك أكبر قلعة رياضية في مصر. ألا دي أكبر قلعة رياضية في مصر. عندها سوبر مصري 4 ألقاب سوبر مصري، والأهلي عنده 15. الزمالك بطل مين اللي عمل بطل اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ الزمالك. الاعلام بتاعهم، والجمهور بيصدقه وبيمشي وراه. الاهلي النهارده كان في ماتش السوبر، النهارده كان قدر يخلص الماتش في اول ربع ساعه. كور في العارضه وانفرادات. الشوط الاولاني كان الاهلي انهى الشوط الاولاني ب 4-0 على اكبر قلعه رياضيه في مصر. سبحان الله، فضل الحظ معاند لاخر الشوط الاضافي، حتى في الشوط الاضافي الثالث وسام ابو علي ضيع انفراد. واخيرا رحنا لضربات الجزاء، والاهلي فاز في ضربات الجزاء. ماتش طويل عريض امتد لمسافات طويله، وفي الاخر مبروك لنادي الاهلي السوبر المصري رقم 15. انما حكايه الزمالك بقى واكبر قلعه رياضيه في مصر دي، ما اعرفش جت ازاي. انا بصراحه ما اعرفش جت ازاي. يعني انت عندك الزمالك ده، يعني لو جينا نحسب تاريخه والاهلي وتاريخ الاهلي، هنلاقي مسافات كبيره وطويله. يعني انت مش عشان كسبت بطوله كل 15 سنه زي السوبر الافريقي مثلا هتطلع لقب اكبر قلعه رياضيه في مصر. ازاي يا جدع؟ ده انت لو قارنت كل البطولات اللي الاهلي خدها، انت ما خدتش في كل بطوله منها تمنها. يعني السوبر المصري ده الاهلي واخده 15 مره، انت خدته كم مره؟ 4 مرات. شوف الفرق قد ايه. لو جينا ندور على الدوري، شوف بقى احنا الاهلي عنده كام؟ 47 دوري ولا 45؟ الزمالك عنده 14. هتيجي تبص بقى على افريقيا، دوري الابطال، الاهلي داخل على النجمه ال 13 والزمالك عنده 5. الاهلي بيلعب في كاس العالم كل سنه، بقى له 9 سنين بيلعب في كاس العالم. الزمالك ما شمهاش. برضه نفسي اعرف مين اللي سماها اكبر قلعه رياضيه في مصر. بأمارة ايه يا جدع؟ بأمارة إيه؟ انتوا كل ما تاخدوا بطوله كل 20 سنه، كل 20 سنه هتقول اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ والمشكله اللي الجمهور بيصدقها. بأمارة ايه؟ لا عندكم بطولات زي الاهلي، ولا نص الاهلي، ولا ربع الاهلي، وعمال عاوز تقارن نفسك بالاهلي. ازاي يا جدع؟ ده كده كتير، كلام كبير. عامة مبروك للنادي الاهلي السوبر المصري، والف مبروك لجماهيره، وهارد لك للزمالك. ومبروك يا شنو، انت عملت اللي عليك وزياده. انما الواد رضا سليم دي المفروض ما كانش شاط ضربه ال5، كان هنضيع في غمضه عين. ومبروك للنادي الاهلي وجماهيره. تصبحوا على خير.